أغرب بنت وأغرب بودكاست أشوفهم بحياتي. ليش أغرب بنت وأغرب بودكاست؟ لأن حرفيا كل شيء بيه كان مضغطة، يعني ما أدري شيء عجيب وما أدري ليش انتشر أصلا. وقبل البداية، وشونكم يا ولد وياكم فيكسد، وخلونا نبدأ بهالمقطع. هذا المقطع اللي انتشر بالجديد اللي هو عن بنت اللي تبدي ببودكاست، واللي هي على أساس أنا روسية، وأنا أحكي وياكم على أساس إنه أنا روسية وجاي أنقل تجربتي وعايشة بالعراق. اكو هواي علامات تعجب عليها، يعني انت ما تدري هي صدق روسية. يعني اني من النوع اللي اشك بكونها روسية، يعني احسب نسبة كبيرة ممكن واحدة عراقية متغربة ومطرودة من هناك، او مثلا هواي سوالف، بحيث عندها هواي كلام كان مصطنع، يعني مبين. انت حتى اكو شفت واحد ايش قد ما معرق، حاط له لغة جسد، لغة جسد يقرأ، والله مو شاقة وياك، لغة جسد يقرأ له يقول لك ما هيك يسوي. ما اعتقد هاي سوالف يعني مو لهالدرجة توصل إنه تقرأ لغات جسد يعني. المهم راح تشوفوها بهالمقطع. وقبل لا أنزل لك الاشتراك بالقناة وبس، خليكم المقطع. ليش قررت تجين العراق وشلون صارت؟ يعني بصراحة اجت كزيارة، يعني ما كان بالي استقر هنا ابدا. اجت زيارة، كان عندي بروسيا، كان عندي صديقتي هي عراقية من بغداد. اي كانت تدرس وياي هناك بسيارة. أريدك تركز على الكلام اللي جاي تقوله. جاي تقول لك إنه أنا جيت على العراق، ما كانت نيتي أستقر، كانت زيارة، لأن صديقتي من بغداد ساكنة هناك. يعني صديقتي اللي ببغداد ساكنة هناك عم تخلص من العراق، فالذكاء اللي بيها أنا ذكية لدرجة إني راحوا في روسيا وجسكن بالعراق. نايس. واو، جو بالذكاء. ما استهزئ بالعراق، لا بالعكس. بس كونك روسية يعني شيء غريب. يعني انت عندك جنسية روسية بجيبك، ها تجي اعوف الجنسية الروسية ولا جد بالعراق، حتى جنسية ما عادها ولا اقامة، وبس قاعد هيك انه استقريت بالعراق. نعم استقريت بالعراق. غريب جدا. طبعا اكو وايد ناس يقول لك انه هي جاسوسة. ما اعتقد جاسوسة، اعتقد هي فقط تريد تدور طشة. ومثل ما قلت لكم انا متاكد وراح يطلع هالشيء ورا فتره، وتعالوا رجعوا لكلامي، متاكد انه هي مو روسيه. واذا روسيه ايش تريد انطيك؟ ما ادري، احس ابد مو روسيه، مستحيل. مو انا مو تشي، لا بالعكس، مو استهزاء بها، لكن مستحيل هذه روسيا. اكو شيء غريب، اكو هواي علامه تعجب. خلونا نكمل هالمقطع ونشوف ليش. اوكي، ما خفتي تجين العراق؟ اهلك ما منعوك؟ قالوا ما يصير تروحين؟ انت ما خفتي؟ ما قلتي خاف الوضع الامني مو زين؟ خاف؟ يعني ممكن كنت خايفة بالبداية، اي، لانه ما كنت يعني صورتي، يعني شلون انا كنت اشوف العراق قبل لا اجي وبعد من اجيت يعني. زين يا اخوي، انت شنو زين انت بعيد عن هالسؤال، الاسئله الغريبه جدا. شنو السؤال الغبي هذا؟ شنو انت ما خفت تجين العراق؟ طبعا اللي ما يعرف، طبعا بالخارج يخافون صدق، يخافون يجون على العراق فعلا. بس هو العراق يعني شلون تقول، يعني يشوفوه مكان ارهاب. ليش؟ لان بسبب الغرب اللي هم يحاولون دائما يشوهون مو بس العراق، الدول العربيه اغلبها، على انهم مجرمين ارهاب. ففعلا يخافون. بس سؤالك غبي جدا، لان هي قاعده قدامك. يعني شنو هالسؤال انه انت ما خفتي تجين للعراق؟ مم، شيء عجيب جدا. ما ادري شنو ايش هالسؤال الغريب هذا. المقطع جدا طويل، فراح احاول اشوف بس اللقطات اللي غبية كانت بهاللقاء، وراح احكي عليهن واصوت عليهن. فخلينا نشوف اللقطة اللي وراها. اكو جملة احنا نقول بالروسي: твои глаза подобны Багдаду, красивые даже когда грустные. يعني بالعربي شلون اقول؟ عيونك مثل بغداد، حلوة حتى بالحزن. يعني هاي معروفه بروسيا معروفة بروسيا، يلزقون على السيارات. شايف من يقولون هذا، يلزقون على السيارة بالانجليزي my life my rules وكذا. نفس الشيء يكتبون بالعربي وجوا ترجمة بالروسي. وهذا الشيء عندنا يعني كلش معروفة. أنا صدمت إنه أنتم ببغداد ما تعرفون. أكثر من شخص سألته قال لا ماكو. اكبر هبدة اسمعها ببداية السنة الجديدة، هبدة تاريخية من العمر. حرفيا هواي طلعوا يحكون على هاي السالفة. يقول لك انا بروسيا، يقول فريت كل الكرة الارضية، ما لقيت واحد كاتبه. فهاي هبدة من يما، هبدة تاريخية انه عيونك حلوة حتى بالحزن مثل بغداد، مدري شلون. يا اخي انت روحي من يمي. اغبى شيء اسمعه بالتاريخ.
والله العظيم يا أخي أنا هبد هواي، ومقطع طويل جدا المقابلة، مو من يمي. فطبعا هاي المقابلة يا ولد أنا مو ضدها، ولا إنه أحرض على شيء، ولا أحكي إنه مثلا، بالعكس خليها شغلة يعني. بس يا أخي الطشة اللي صارت بسبب إنه الناس جاي يقول لك إنه هاي جاسوسة، إنه هاي جاي مدري شلون. ولو هي ما أستغرب طبعا سالفة الجواسيس موجودة بكل مكان، بس يعني ما أعتقد هي واحدة تدور طشة. ترى سالفة البودكاست مو فد شي صعب، أي شخص ممكن. أنت تقدر تروح تستأجر لك استوديو موجود مصورين، موجود كل شي، تقدر تصور يعني. فهي يمكن حابة تطش وقامت تستعبط من يمها تحط تهبد هبد، طشت صدق. وبس يا ولد، هذا كان مقطعنا اليوم، وكانوا ياكم فيكسد، والله حيهم.